تقريبا اكتر لعبه هتلاقي عليها اشاعات او هبد كتير جدا وهي الجيم او كمال الاجسام عموما، عشان مفيش مرجع معين او حاجه اساسيه الناس بتتعلم منها بعد كده بتطبق العادي، فبتلاقي كل واحد بيجيب معلومات من اي مكان تاني، فكل واحد هيقول لك بطريقته او بشكله اللي هو عايز يقولها لك. والنهارده انا جايب لك اشهر اشاعات عن الجيم لازم تعرفها كويس جدا عشان تتجنبها عشان توصل لهدفك في اسرع وقت. اول هبده معانا وهي ان الجيم بيأثر. الجمله دي بتتقال اكتر من الناس القصيرين، فانت تشوفه ان هو قصير فتقول يا عم ده لا شكله كان بيتمرن زمان وكان بيروح الجيم، بص بقى قصير ازاي، لا انا مش عايز ابقى كده لما اكبر، لا انا مش هروح الجيم خالص. ادي كده واحد طار من الجيم خالص. وتلاقي بقى عامل فزلوك يقول لك تفصيله اكتر، ده انت لما تيجي تلعب سكوات بالذات لما تيجي تنزل لتحت ادي كده العظم بيخش في بعضه فانت كده بتقصر فيحصل لك مش عارف ايه. ولكن نقطه الطول هي بتتحدد فقط على اساس الجينات. انت عندك في عيلتك جينات طول فانت هتطلع طويل، لو انت عندك جينات قصر في العيله بتاعتك فانت هتطلع قصير. فالموضوع بيتحدد فقط على اساس الجينات. الجيم ملوش اي علاقه ان هو يطول او ان هو يقصر، ولكن لما انت بتبدا ان انت تتمرن دوت بيخليه ان انت جسمك بيبدا يفرد ويتحرك عموما. فجسمك لما بيجي يفرد مش بيفرد للجنب بس او يعني بينفش وخلاص، لا بيبدا ان هو يزق لفوق شويه. فدوت مثلا ممكن يطولك بالكتير سنتي او 2 سنتي، يعني مش واو، ولكن هو كمان بيطول مش بيقصر. فموضوع ان هو يقصر دوت موضوع غلط تماما. تاني هبدا بقى معانا ودي روح المدرب. لما بتطلع في الشخص وهي يقول لك ان انت اعمل عدات كتيره بوزن خفيف فانت كده هتنشف، يا اما اعمل عدات قليله بوزن تقيل جدا فانت كده هتضخم. موضوع التضخيم والتنشيف ببساطه الناس اللي مش فاهماه وهي ان انت لما تيجي تروح الجيم وبتحاول ان انت تبني عضلات فانت لازم بتزود كميه اكلك بطريقه كبيره جدا عشان تبدا ان انت تضخم او ان وزن جسمك يبدا يزيد وحجم جسمك يبدا يزيد. بعد كده انت لما بتاكل كميه اكل كبيره جدا فانت بتزيد شويه دهون، فلما تيجي مرحله التنشيف بتبدا ان انت تعمل شويه حاجات عن طريق ان انت بتقلل اكلك بطريقه معينه، بتعتمد اكتر على البروتين، بتعمل كارديو زياده في التمرين بتاعك وهكذا. فبتبدا ان انت تتخلص من الدهون دي فالعضلات تبدا ان هي تتقسم والجلد يمسك على عضلات جسمك اكتر فيبقى شكلك احسن. فموضوع التضخيم والتنشيف بيتحدد فقط على اساس الاكل، ولكن ممكن انت تعمل شويه كارديو زياده في وقت التنشيف بحيث ان انت تبدا تحرق زياده. لكن الاوزان ملهاش اي علاقه او ان تمرين الحديد بتاعك ملوش اي علاقه بان انت تضخم او ان انت تنشف. تلاقي بس الشخص دوت هو مكسل اصلا ان هو يعمل مثلا كام عده زياده فيقول لك ان انا بضخم فانا هعمل 8 عدات بس، انا بضخم فهعمل 6 عدات بس، ولكن هو بيكون هو اللي كسلان والمشكله من عنده. تالت هبدا ودي اغلب مدربين الجيمات بيقولوها وهي العب جنرال. الجنرال ببساطه اللي مش عارفه هو ان انت بتروح الجيم اول 3 ايام، اول يوم بتاخد نص جسمك اللي فوق، بعد كده تاني يوم بتاخد نص جسمك اللي تحت، بعد كده تالت يوم بتاخد جسمك كله. فانت في ال3 ايام دول اللي هو الجنرال انت بتكسر جسمك على الفاضي، جسمك مش بيستفاد اي حاجه. فالاحسن بداله هو ان انت تلعب بوش بول ليج. طيب ايه هو البوش بول ليج ده؟ البوش بول ليج دوت برده على 3 ايام، ولكن دوت بيركز اكتر على جسمك بطريقه صح. اول حاجه وهي البوش. البوش وهو الدفع. ففي الدفع هتاخد عضله الشيست اللي هي عضله الصدر، وهتاخد الترايسبس التراي، وهتاخد الكتف. تاني يوم هو البول او السحب، هتاخد ظهر، هتاخد بايسبس، وممكن تاخد الترابيس. وتالت يوم ليج اللي هو رجلين، رجل اماميات وخلفيات وسمانه. هتاخد لكل عضله هتمرنها من تمرينين بالكثير قوي 3 تمارين، والاوزان بتاعتها تكون خفيفه جدا عشان احنا في الاول عايزين نلين عضلات جسمنا زي ما تكون مثلا عربيه جديده. مش بيقول لك في الاول لازم تلين او ان انت لازم تبدا تهيئ العربيه ان هي تبدا تمشي، ما ينفعش تاخدها وتطلع تاخد اقصى سرعه على طول. فانت لما بتمسك وزن تقيل جدا وانت لسه رايح الجيم جديد ده نفس الفكره بالنسبه للعربيه ان هي مش جاهزه، جسمك ما بيكونش جاهز، انت بتكون معرض جدا ان انت تتصاب، فهتلاقي نفسك قعدت في البيت في الاخر بسبب اصابه وان انت مش عارف تتحرك او مش عارف تعمل اي حاجه. رابع هبدا بقى ودي مشهوره اكتر عند الاهل او الاهالي هم اللي ممكن يقول لك النقطه دي، وهي ان المكملات بتجيب عقم. للاسف في دكاتره كتيره جدا مش مطلعه على العلم كل يوم، العلم بيتطور كل يوم، فكل يوم في حاجه جديده بتنزل. ففي للاسف دكاتره كتيره جدا مش مطلعين اول باول او مش بيدرسوا اول باول وبيعرفوا الجديد. الدكتور اللي يقول لك ان المكملات بتجيب عقم ده تعرف ان هو دارس كلام من زمان جدا، لكن حاليا العلم الجديد بدا يثبت لك ان المكملات امان وان هي ما فيهاش اي حاجه. فلما تلاقي اي دكتور مثلا يقول لك الحاجه دي تعرف على طول ان هو مش فاهم اي حاجه وان هو مش مطلع. فمعنى ان هو مش مطلع ان هو الكلام اللي هو مثلا متخصص فيه او ايا كان بيقول لك ايه ان هو مش فاهم اي حاجه. المكملات ما فيهاش اي حاجه، المكملات امان مليون في الميه، تقدر تستخدم كل المكملات اللي انت عايزها طالما بكميات مظبوطه وبالجرعات المظبوطه مش هيحصل لك اي حاجه. ولكن لو انت طبعا اي مكمل اخدت منه كميات زياده هيحصل لك مشاكل، لان المكملات اصلا معموله من الاكل. فانا كان في سلسله كامله، خش على البلاي ليست عندي هنا على القناه هتلاقوا في سلسله معموله للمكملات بشرح كل مكمل بالتفصيل، ولسه هنكمل كل المكملات الموجوده في الدنيا عشان تعرف كل مكمل بيتكون من ايه اصلا وبيعمل ايه وتستخدمه ازاي صح وكل تفصيل عنه.
فهتلاقي ان المكملات معموله من الاكل، معموله من حاجه احنا بناكلها في العادي. فيجي بقى مستر فزلوكا يقول لي خلاص بقى طالما هي معموله من اكل يبقى انا اكل احسن كتير. ماشي حبيبي، لو هتعرف انت تاكل كل يوم فرخه كامله، وهتعرف مثلا تاكل كيلو او نص كيلو لحمه كل يوم متواصل على مدار كل الفتره اللي انت بتتمرنها، اوكي يا حبيبي، طالما معدتك اصلا هتقدر تستحمل وانت ميزانيتك ومعاك فلوس تقدر تعمل الكلام ده، اوكي خلاص ما تستخدمش مكملات. ولكن المكملات هي حاجه بتكمل لك نقصك او احتياجك من الحاجات اللي انت بتاكلها على مدار يومك عادي. فانت اهم حاجه بتركز عليها ان انت بتتمرن كويس جدا وان انت بتاكل كويس جدا، بعد كده بتكمل معاها بالمكملات. فالمكملات مش الحاجه الاساسيه او الحاجه اللي بتعتمد عليها فقط، الاساس هي الحاجتين التانيين اللي هي التمرين والاكل بتاعك. ولما انت بتبدا تزود كميات اكلك عشان تبدا ان انت تعمل عضلات زياده، في ناس كتيره جدا معدتها مش بتقدر تستحمل كميات الاكل دي، فالمكملات بالنسبه لك بتكون هي عباره عن باودر بسيط بتحطه تخلطه مع الميه، بيوصل لجسمك بسرعه جدا، بيكون سهل في الهضم، فالموضوع مش بيكون زي اكل لسه بتاكله بيتحرك في جسمك وبتاع مش عارف ايه. فالمكملات ما فيهاش اي حاجه، لو عايز تستخدم مكملات تقدر تستخدم مكملات من غير اي مشاكل. خامس هبدا بقى معانا، ودي لما اروح لدكتور التغذيه تبقى موجوده في شخص وهي يقول لك ان الاكل بالليل بيتخن. تلاقي كمان اغلبيتهم يقول لك ما تاكلش بعد الساعه 8 بالليل، ما تفهمش اشمعنى الساعه 8 بالليل، ما ممكن ما تاكلش بعد 10 ولا بعد 11، ايه المشكله؟ موضوع ان انت تخس او ان انت تبدا تقلل وزنك بيعتمد اساسي على السعرات اللي انت بتدخلها على مدار يومك، ان انت بتعمل عجز سعراتك الحراريه. لو انا مثلا جسمي محتاج 2000 سعر حراري على مدار اليوم، ده المينتيننس بتاعي عشان اقدر ان انا امارس يومي بشكل طبيعي، فانا عايز ان انا ابدا اقلل وزني وابدا ان انا اخس. فال 2000 دول هخليهم 1500 او 1400، هبدا اعمل عجز في سعراتي الحراريه، فده هيبدا يخليني ان انا ابدا اخس بالتدريج. ودي احسن واكتر طريقه سليمه، او دي الطريقه الصح عموما ان انت تخس بيها. في بقى انواع كتيره جدا من الدايت، الكيتو مش عارف ايه والبي اس ام اف، وان انت بتعتمد على البروتين بس وبتقطع كارب وبتقطع مش عارف ايه، ولكن دي الطريقه الصح ان انت الدايت بتاعك يكون بالانسد من كل العناصر، ان انت بتوزع الاكل بتاعك بطريقه كويسه، ان انت تكون وصلت لجسمك كل الحاجات او كل العناصر اللي جسمك محتاجها، لكن في اطار السعرات بتاعك. الموضوع ده تقدر تعمله لو انت عايز تعمله بنفسك، لكن لو الموضوع صعب بالنسبه لك تقدر تبعت لي على لينك الواتساب تحت تبدا تتدرب معايا وهظبط لك انا كل الانظمه دي. فمالهاش اي علاقه ان انت بتاكل الساعه كام. انا ممكن لو هاخد مثلا 1500 سعر حراري واقسمهم ان شاء الله لو 7 وجبات، مش شرط تكون 3 او 4، فهكون مثلا حاطط وجبه الساعه 11:30 بالليل، ايه المشكله؟ ما ده في اطار السعرات بتاعي ومفيش اي مشاكل. فانت مثلا مش هتاكل بالليل فبعد الساعه 8 فجسمك يقول لا ده النهارده لا ده اكل بعد الساعه 8 بالليل، لا هنخلي الدهون دي لبكره، لا ممكن ما نحرقهاش النهارده، لو حرقناها بكره طب لا خلي احنا ممكن نعاقبه فنعمل مش عارف ايه. جسمك ما بيعملش كل الكلام ده، فمش فارقه انت بتاكل الساعه كام، الموضوع ملوش اي علاقه، الموضوع على حسب سعراتك الحراريه اللي انت بتدخلها على مدار يومك. وبكده يا شباب يكون فيديو النهارده عن اشهر هبدات عن الجيم. لو الفيديو ده عجبكم وعايزين جزء تاني من الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس اعمل لكم جزء تاني منه، ونكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يجي لكم نوتيفيكيشن بالفيديو الجديد، واعملوا لايك للفيديو ده، واكتبوا لي في الكومنتس تحت اي حاجه انتوا عايزيني اتكلم عنها او اشرحها بالتفصيل، وخشوا تابعوني على الاكونتات بتاعتي هتلاقوها تحت، فيسبوك انستجرام تيك توك، هتلاقوا كل الاكونتات بتاعتي تحت، والتدريب الاونلاين والبرامج المخصصه هتلاقوا لينك الواتساب تحت، ابعتوا لي هناك هاشتاج اونلاين كوتشنج، هيتبعت لكم هناك كل التفاصيل بكل الباقات المتاحه معانا. ممكن تكون انت التحول اللي جاي خلاص الصيف داخل علينا فعايزين نعمل احسن شكل ونبدا ان احنا نتصور وفورمه الساحل ونظبط الدنيا، فخش ابعت لي على طول على اللينك اللي تحت عشان توصل لاحسن شكل جسم انت عايز توصل له في حياتك. وايه بس اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.